السلام عليكم ورحمة الله. أنا رامي سعد وده أول فيديو ليا على اليوتيوب. بعد نزول لعبة فيفا 20، فيفا أعلنت عن البلاد اللي اللعيبة اللي فيها اللي بيجيبوا أكتر من 27 فوز في أي ويكند ليج في الفات تشامبيونز يقدروا يخشوا التصفيات اللي بتأهل لكأس العالم. أنا لما عرفت كده حاولت إن أنا أجيب 27 فوز في أول أسبوع، بس للأسف خيشت، جبت 23، مع إن أنا الفرقة بتاعتي كانت عالية جدا، وده يعتبر أول نسخة من فيفا تبقى الفرقة بتاعتي أنا بادي اللعبة وهي جامدة جدا كده. دخلت تاني أسبوع عملت بعض التعديلات في الفريق والحمد لله قدرت إن أنا أجيب 30 فوز. أنا وأنا بجيب ال 30 أنا الصراحة ما كنتش مصدق، وده اللي أنا خدت بالي منه بعد ما نزلت البوست على الجروب وعلى البروفايل بتاعي. لقيت برضو إن في ناس كتير جدا بتسأل. التساؤلات بتاعت الناس تمحورت في 3 حاجات. أول حاجة، الإنترنت اللي عندك أخباره إيه؟ أنت متعاقد مع شركة إيه؟ تاني حاجة، ازاي قدرت تجيب ال 30 فوز في ظل ان الاتصال بالسيرفرز بتاعت اي صعب شوية، بيبقى فيه دايما لاج بانواعه، سبيد اب لاج، او ان انت يبقى فيه بوتن ديلي. عرفت ازاي تجيب ال 30 فوز في ظل الحاجات ديت؟ وتالت سؤال، ايه الفرقة بتاعتك وايه الكاستم تاكتكس اللي بتستعملها؟ انا الانترنت بتاعي متعاقد مع شركه تي اي داتا. الانترنت سبيد بتاعي بيتراوح ما بين 10 ميجا بايت و 14 ميجا بايت. الابلود بيتراوح من 700 وحاجه ل 1.2 ميجا بايت. السؤال التاني، ازاي قدرت اجيب ال 30 فوز؟ هي حاجات بسيطه ممكن لو خدت بالك منها تقدر تلعب لعبك وتصعب على المنافس ان هو يكسبك حتى لو انت احسن منه. اللاج دايما بيخلي الواحد هو بيلعب ممكن يعمل حاجات مش صح، بس مجرد بس ان هو متنرفز او بيخرج عن اعصابه بسبب ان هو بيدوس على الزراير اللعيبه ما بتعملش اللي هو بيقول عليه. اول حاجه انا غيرتها ما بين الاسبوع الاول والاسبوع الثاني، ان انا وانا بلعب لازم اكون مركز والعب لعبي، ما تاثرش ان بيبقى فيه لاج، ولو في لاج لازم ابقى هادي وما العبش كور فيها مجازفه، لان المجازفه وفي لاج دايما بتغلط. لان انت ممكن تجازف لو الدنيا سلسه، لو انت عارف ان انت لما تباصي في الحته الفلانيه الكره هتروح، لما تشوط في الحته الفلانيه مش هيبقى فيه بلوك. انما ان انت تجازف وفي لاج ده بيبقى صعب جدا، وده اللي ممكن يكون بيخلي الناس تتعصب او تتنرفز، وبالتالي انت تضيع تركيزها ومستواها يقل وتخسر من ناس هي ممكن تكون شايفه ان هي احسن منها. السبب التاني ان انا غيرت بعض اللعيبه من الويكند ليج اول واحد لتاني واحد. مع لعب الماتشات بتلاقي ان في لعيبه ممكن تكون افيد من لعيبه تانية، وده اللي بيفسر ايه اللي بيخلي الاسعار بتاعت اللعيبه على ما بتطلع فوق وتحت. ابرز مثال اللي انا بقوله ده ليونيل ميسي. ليونيل ميسي ابتدى بسعر تحت المليون بحبه، ودلوقتي بقى سعره فوق المليون بحبتين. وده اللي انا هتكلم عليه ان شاء الله لما اجي اشرح لكم الفورميشن والكاستم تاكتكس واللعيبه اللي انا لعبت بيها. بس خلينا في الاول نروح نعمل تيست انترنت كونكشن علشان تعرفوا ايه الانترنت اللي انا بلعب عليه بالظبط. خلوني دلوقتي اعمل تيست انترنت كونكشن علشان تعرفوا بالظبط الكونكشن عندي بيبقى شكله عامل ازاي. انا زي ما قلت لكم انا متعاقد مع شركه تي اي داتا. السرعه بتاعتي بتوصل ل 14 ميجا بايت او 15 ميجا بايت، ده اعلى حاجه بالنسبه للداونلود. وبالنسبه للابلود بيتراوح ما بين 700 وشويه كيلو بايتس، وممكن يوصل ل 1 او 1.2 ميجا بايتس. فهنا السرعه في التست دوت جابت 9.8 و500 وحاجه ابلود. يعني في الاغلب هو بتتراوح ما بين كده، بس الابلود ده يعتبر قليل. انا اعتقد يعني ان هو بيبقى دايما اعلى من كده. بس انا لا بستخدم لا في بي ان ولا بستخدم اوبشن باك. هو يعني انترنت عادي جدا، رحت اتعاقدت وما عملتش اي حاجه زياده. طيب دلوقتي خلينا بقى نفتح اللعبه ونخش نشوف الكاستم تاكتكس والفورميشن واللعيبه. طيب انا ده الفريق بتاعي اللي انا قدرت اجيب بيه 30 فوز، بس هو ما كانش كده من الاسبوع الاول. هو ده الفريق بتاعي اللي قدرت اجيب بيه 30 فوز في الاسبوع الثاني، بس في الاسبوع الاول ما كانش هو ده الفريق. في 3 تغييرات عملتهم، بس خلوني الاول اقول لكم مين الفريق. اليسون في حراسه المرمى، فان دايك وفيرديناند سيميدو وروبرتو كارلوس 4 في الدفاع. الباقي مش دي الخطه اللي انا بلعب بيها. انا بلعب ب 4-3-3 اللي هي فيها سي دي ام واثنين سنتر ميدفيلد ووينج رايت وينج ليفت. في الثلاثه في النص كانت بيبقى سي دي ام قدامه 2 دي بروين وبوجبا، على اليمين ميسي وعلى الشمال نيمار ومهاجم امبابي. ال3 تغييرات اللي انا غيرتهم من الاسبوع الاول للاسبوع الثاني، ان انا كان معايا في الاسبوع الاول صلاح كنت بلعبه رايت وينج، وولكر كنت بلعبه رايت باك، وروبرتسون كنت بلعبه ليفت باك. انا لما قلت ان انا اجيب روبرتو كارلوس مكان روبرتسون كان الحل الوحيد، لان اخلي الكيمستري بتاعت كل اللعيبه 10.
ان انا كنت عايز دي بروين يبقى 10 وكنت عايز نيمار في نفس الوقت يبقى 10. فكان الحل ان انا اجيب لنيمار ليجند برازيلي يلعب ليفت باك، يبقى جرين لينك معاه، وبالتالي هو يبقى 10، وعشان كده انا جبت كارلوس. لما جبت كارلوس ولعبت بيه لقيت ان هو باك ليفت جامد جدا. بنصح لو في حد عايز يجيب باك ليفت ايكون يجيبه، بس انا ما اعتقدش ان انت ممكن يبقى في ناس كتير موافقه ان هي تضيع الكوينز في باك ليفت ايكون، حتى لو كان ب 450 او 460 الف، طبعا رقم كبير جدا يعني. نخش على الكاستم تاكتكس. الكاستم تاكتكس اللي انا بلعب بيها على طول هي دي الاتاكينج. بلعب بريشر اون هيفي تاتش، الويت 5 بارز، الدبث 5 بارز، الاوفنسيف ستايل بالانسد. انا بحب ان انا اتحكم في طريقه هجومي، ما بحبش ان اللعيبه بتبقى بتجري بطريقه معينه طول الماتش، هي تبقى متوازنه، وبالتالي اقدر اعمل الخطط كلها اللي موجوده على حسب انا شايف ايه الحاجه بتاعتي وايه الحاجه اللي ممكن تفيدني قدام المنافس. الويث بخليها زي ما هي 5 بارز، البلايرز ان بوكس بخليها 7، بحب ان يبقى في الناس قريبه من منطقه ال 18. الكورنرز والفري كيكس بخليها 3 بارز بس كده. اختلاف تاني برضو عن الاسبوع الاول ان انا كنت في الاسبوع الاول بلعب الديفensive ستايل بالانس، بس انا خدت بالي ان بالانس ما بتديش الحريه لان انا اضغط على المنافس. فجربت بريشر اون هيفي تاتش، لقيت ان هي بتديني الموضوع دوت، بتخلي اللعيبه بتاعتي لو حصل ان المنافس بيباصي باصات خطره ممكن في نص الملعب بتاعه، لما بيجي يطلع بالكوره، لما يكون انا عندي هجمه وهو يقطع مني الكوره، لما بيجي يطلع بيها ما بتبقاش سهله بالنسبه له ان هو يطلع بالكوره في ظل الضغط اللي اللعيبه بتعمله. فده بالنسبه لي كان مريح. الديس ادفانتج بتاعه الموضوع ده ان انت اللعيبه بتاعتك لما بتضغط على المنافس، لما بيستخلص منك الكوره، ممكن يبقى في او اكيد هيبقى في مساحات في خط ظهرك. فبالتالي يعني خليك حذر جدا وانت بتستخدم البريشر اون هيفي تاتش. انا بالنسبه لي هي مريحه، بس برضو خليك حذر، العب على الطريقه اللي انت متعود بيها واللي انت ممكن تحس ان هي هتفيدك وتبقى متمكن منها. باقي الخطط هي ديفensive. انا لما بكون عايز اهدي اللعبه، ما بكونش عايز الريتم يبقى سريع، بلعب بنفس الطريقه اللي انا كنت بلعب بيها في الاسبوع الاول، بخلي الديفensive ستايل بالانسد بدل بريشر اند هيفي تاتش. انما الباقي كله نفس الكلام، والخطه هي 4 3 3 زي ما شرحت قبل كده. لما بكون عايز اهاجم بلعب 4 2 2 2 2 مهاجمين. في اللعبه دي الموضوع بيبقى خطر شويه، فبحب ان انا العب ب2 مهاجمين لما بكون عايز اجيب اجوال، وبزود الدبث 2 بارز، فبيبقى 7 بدل 5 علشان الفريق بتاعي يبقى قريب من نص الملعب، وبالتالي اقدر اضغط على المنافس باكبر قدر ممكن. الاوفنسيف ستايل بيبقى بالانس زي ما هو، بس اللي بزوده ان انا بخلي عرض الملعب عندي ازيد شويه علشان اعرف اخترق الدفاع المنافس، لان في المعتاد لما انت بتعمل كده بيبقى المنافس بيرجع يدافع، فالاحسن ان انت لما بتيجي تهاجم يبقى عندك زي شراسه هجوميه. فزود العرض بتاع الملعب، بلايرز ان بوكس بخليها زي ما هي. الكورنرز والفري كيكس انا ببقى حابب ان كل اللعيبه بتاعتي تبقى موجوده في منطقه ال 18 في اي كور ثابته او كورنرات، فبزوده على الاخر. لما بكون عايز ادافع انا ما بستخدمهاش قوي يعني، بس لما بكون عايز ادافع بلعب ب 4 2 3 1، بحيث ان كانتي وبوجبا يبقى هما الاثنين سي دي امز، قدامهم دي بروين هو الاتاك ميدفيلدر، على اليمين ميسي وعلى الشمال نيمار، وقدام مهاجم وحيد هو كيليان امبابي. دي بغير فيها بقى شويه في التاكتكس، بلعب دروب باك وما بخليش الويث والدبث قليل قوي، لان الدروب باك اصلا بيخلي اللعيبه بترجع لورا جامد قدام الجول، فانت مش محتاج اكتر من كده علشان ما تزنقش نفسك. الاوفنسيف ستايل بيبقى لونج بول، لان انا ممكن اعتمد ان على سرعه امبابي، او ان لما اقطع الكوره في ظل الدروب باك اللعيبه كلها بتبقى منحصره في النص الملعب بتاعي بطريقه كبيره، فالاحسن ان انا لما يبقى استخلص الكوره من المنافس يبقى في مهاجم اقدر العب له الكوره بطريقه عاليه، كوره طويله يخلصني من مشكله ان لو بصيت باصه غلط ممكن المنافس يقطعها، في ظل برضو ان بيبقى فيه لاج واللعب مش سلس زي الاوفلاين. الويدث بيبقى 5 بارز زي ما هو. البيرز ان بوكس انا مش عايز خالص ان انا هاجم، فبالتالي يبقى 3، لو 2 او حاجه تقدمه خلاص مش مشكله. الكورنرز والفري كيكس انا مش محتاج ان حد يتقدم، فبخليها 1 بار. هي دي الكاستم تاكتكس، وهو ده الانترنت بتاعي، وهي دي الطريقه اللي قدرت اجيب بيها 30 فوز. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب،
ولو عندكم اي تعليقات اي تساؤلات يا ريت تكتبوا تحت في الكومنتس، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني. وما تنسوش تعملوا متابعة لي على تويتش علشان ان شاء الله هبقى بستريم الجوائز والفات شامبيونز.